مرحباً في ساندويتش إنجليزي. هنا مش هتلاقي دروس تقليدية ولا حفظ ممل. هنا هتلاقي كل جملة بتقولها بالعربي في يومك بتتحول ببساطة لجملة إنجليزي زي الأجانب. سواء كنت في البيت، في الشغل، أو بتتكلم مع أصحابك، كل موقف وكل كلمة هنحولها مع بعض لوجبة إنجليزي لذيذة وسهلة. مع ساندويتش إنجليزي هتتعلم تنطق، تفهم وتتكلم بثقة، وكأنك بتتعلم من الحياة نفسها. انضم لينا وخلي لغتك تاخد نقلة جديدة. ساندويتش إنجليزي، اللغة اللي هتعيشها كل يوم. أهلا بيكم في ساندويتش إنجليزي. النهاردة هنكمل حلقتنا عن الجيران وإزاي نتكلم معاهم بطريقة بسيطة وودودة. يلا بينا نبدأ ونتعلم مع بعض. Welcome to the building يعني welcome يعني أهلا، و to the building يعني في العمارة، فالمعنى إنك بترحب بالشخص في المبنى. Nice to have you here يعني nice يعني من الجيد، و to have you here يعني إنك تكون هنا، فالمعنى إنك بتعبر عن سعادتك بوجود الشخص في المكان. Hope you like it here يعني hope يعني أتمنى، و you like it here يعني تحب المكان هنا، فالمعنى إنك بتتمنى إنه يعجبه المكان الجديد. كل الجمل بتعبر عن ترحيب ودود وتشجيع للسكان الجدد. I will help you carry that يعني I will help you يعني هساعدك، و carry that يعني تشيل ده، فالمعنى إنك بتعرض المساعدة في حمل شيء. Let me grab that for you يعني let me، و grab that for you يعني أشيل ده عنك، فالمعنى إنك بتعرض إنك تشيل الشيء بدل الشخص. Let me معناها اسمح لي أو خليني، وبتستخدم لما تعرض إنك تقوم بشيء نيابة عن الشخص الآخر. يعني في الجملة let me grab that for you معناها خليني أشيل دي عنك، أو اسمح لي أشيل ده بدلاً منك، وده بيعبر عن عرض المساعدة بشكل ودي. Want a hand يعني عايز مساعدة أو محتاج مساعدة. التعبير ده مختصر وودي، وبيستخدم لما تعرض على حد إنك تساعده بشكل غير رسمي ومباشر، زي إنك تمد له يد العون في حاجة بسيطة. Do you have the key يعني do you have يعني معاك، و the key يعني المفتاح، فالمعنى إنك بتسأل الشخص لو معاه المفتاح. البدايل got your keys يعني معاك، و your keys يعني مفاتيحك، فالمعنى إنك بتسأل بشكل ودي لو هو معاه مفاتيحه. Don't tell me you're locked out يعني don't يعني ما تقوليش، و you're locked out يعني اتقفلت عليك بره، فالمعنى إنك بتقولها بطريقة شبه مازحة أو مستغربة لو الشخص نسي المفتاح وبره البيت. كل الجمل دي بتستخدم للسؤال عن وجود المفتاح بشكل مختلف وودي. I saw you on the stairs يعني أنا شفتك، و on the stairs يعني في السلالم، فالمعنى إنك شفتهم فين امبارح. البدايل we crossed paths earlier يعني we crossed يعني اتقابلنا، و paths يعني طرق، و earlier يعني في وقت سابق، فالمعنى إنكم قابلتوا بعض بشكل عابر قبل كده. I think I saw you heading down يعني أعتقد، و I saw you يعني شفتك، و heading down يعني نازل، فالمعنى إنك بتقول إنك شفت الشخص وهو نازل. الجمل دي كلها بتعبر عن ملاحظة إنك شفت الشخص على السلم أو في وقت قريب. I like your front door mat يعني I like يعني عجبني، و your front door mat يعني دواسة بابك، فالمعنى إنك بتعبر عن إعجابك بدواسة الباب. That's a cute door mat يعني دي، و cute door mat يعني دواسة ظريفة، فالمعنى إنك بتعلق إنها لطيفة وظريفة. Nice touch outside your door يعني nice touch يعني لمسة لطيفة، و outside your door يعني خارج بابك، فالمعنى إنك بتشيد باللمسة الجميلة اللي عند باب الشخص. الجمل دي بتبين ملاحظة إيجابية عن دواسة الباب بشكل لطيف وودود. The kids are playing in the hallway يعني الأطفال بيلعبوا في الطرقة. البدايل want they are running around outside يعني هم بيجروا بره حوالين المكان. Hope they're not too loud يعني يا رب ما يكونوش دواشين قوي. كده الجمل والبدايل بتوضح إن الأطفال بيلعبوا، وبتقدم بدايل لطيفة لو حبيت تعبر عن نفس الفكرة بشكل تاني. Sorry if we were loud يعني آسف لو كنا مزعجين في امبارح. البدايل want we didn't bother you يعني أتمنى ما نكونش أزعجناك. 2 let me know if it was too much يعني قول لي لو كان الموضوع مزعج زيادة عن اللزوم. كل الجمل دي بتعبر عن الاعتذار بشكل لبق عن أي إزعاج محتمل. البدايل hope we didn't bother you يعني أتمنى ما نكونش ضايقناك، أو يا رب ما نكونش أزعجناك. التعبير ده بيستخدم للإعراب عن الأمل إن أي إزعاج حصل ما يكونش سبب ضيق للشخص اللي بتتكلم معاه.
يعني بتتمنى إن الأمور تكون عدت من غير ما تزعجه. Let me know if it was too much، يعني قولي لو كان الموضوع زيادة عن اللزوم. المقصود هنا إنك بتطلب من الشخص إنه يبلغك لو الإزعاج كان مبالغ فيه أو لو كان الموضوع مزعج بالنسبة له، بحيث تقدر تاخد بالك المرات الجاية. يعني بتفتح باب للتواصل عشان لو كان في أي إزعاج أكتر من اللازم. Do you mind if I sit here for a bit؟ Do you mind يعني هل تمانع، و if I sit here يعني لو قعدت هنا، و for a bit يعني شوية، فالمعنى إنك بتستأذن بلطف لو ينفع تقعد في المكان لفترة قصيرة. البدايل just catching my breath يعني just يعني catching my breath يعني بسترجع نفسي، فالمعنى إنك بتقول إنك محتاج لحظة ترتاح فيها. My legs need a break يعني رجليا، و need a break يعني محتاجة راحة، فالمعنى إنك بتوضح إنك محتاج تقعد عشان رجليك ترتاح. الجمل دي كلها بتستخدم للتعبير عن الحاجة للراحة أو الجلوس بشكل مهذب. I think we have the same landlord معناها بالعربي أظن إحنا عندنا نفس صاحب البيت. التركيبة I think أو أعتقد، we have إحنا عندنا، the same اللي هو صاحب البيت. يعني الجملة بتوضح إنك بتعتقد إن الشخص اللي مأجر لك المكان هو نفس الشخص اللي مأجر لشخص تاني برضو. كلمة landlord معناها صاحب البيت أو المؤجر، يعني الشخص اللي بيمتلك العقار أو الشقة اللي أنت مأجرها. لما تقول إحنا عندنا نفس صاحب البيت، بتقصد إن الشخص اللي مأجر لك المكان هو نفس الشخص اللي مأجر لشخص تاني برضو، فبالتالي بتكتشف إن عندكم نفس المؤجر. الجملة الأولى بديل native Does Mr. سامي rent to you too؟ المعنى بالعربي هو الأستاذ سامي مأجر ليك برضو. التركيبة does بتستخدم للسؤال، مستر سامي الأستاذ سامي، rent يؤجر، to you too ليك أنت كمان أو برضو. الجملة دي بتسأل بشكل مباشر لو الشخص اللي بتكلمه مأجر من نفس المؤجر اللي هو الأستاذ سامي. الجملة التانية بديل native Oh you rent from her as well. المعنى بالعربي أنت كمان بتأجر منها. بتضم التعبير عن المفاجأة أو الاكتشاف. You rent أنت بتأجر، from her منها، المؤجر هنا أنثى. What floor do you live on؟ معناها بالعربي ساكن في أنهي دور. تركيب الجملة What floor أي دور، do you live on ساكن فيه. الجملة دي سؤال بسيط بيسأله شخص عشان يعرف الدور اللي جاره ساكن فيه. البدائل للجملة دي البديل الأول You live upstairs or down. النطق You live upstairs or down. الشرح هنا السؤال بيتبسط أكتر، يعني بتسأل الشخص ببساطة إذا كان عايش فوق ولا تحت. التركيب هنا مختصر ومناسب لمحادثة سريعة. البديل الثاني Which level are you on؟ النطق Which level are you on؟ هنا السؤال بصيغة تانية بس بنفس المعنى، وبيستخدم كلمة level بدل floor، لكنها بتؤدي نفس الغرض وهي معرفة الطابق اللي الشخص ساكن فيه. The lights on the stairs are out معناها إن الأنوار الموجودة على السلم مش شغالة أو مطفية، وبالتالي المكان مظلم. The lights يعني الأنوار، on the stairs يعني اللي موجودة على السلم، are out يعني مطفية أو مش شغالة. بكده الجملة كلها بتقول ببساطة إن الأنوار اللي على السلم مش شغالة. البديل الأول The bulbs are gone again. The bulbs اللمبات هي الفعل في الجملة، are gone مش موجودة أو اتحرقت، الفعل والنتيجة again أو مرة أخرى بتوضح إن ده حصل قبل كده. الجملة دي بتوضح إن المشكلة في اللمبات نفسها وإنها باظت تاني. البديل التاني It's dark on the staircase. It's اختصار it is بمعنى إنه أو الوضع، dark مظلم أو ضلمة الصفة اللي بتوصف الحالة، on the staircase على السلم. الجملة دي بتوضح إن السلم مظلم سبب إن الأنوار مش شغالة، وده بيدي نفس المعنى بشكل مختلف. طيب staircase هي كلمة واحدة معناها السلم بالكامل. Have you met the new neighbors؟ معناها بالعربي هل قابلت أو هل التقيت؟ The new neighbors معناها الجيران الجداد. يعني الجملة كلها بالعربي هل قابلت الجيران الجداد؟ Have you met يعني هل قابلت أو هل سبق والتقيت؟ The new neighbors يعني الجيران الجداد. الجملة كلها بتسأل ببساطة إذا كنت قد قابلت الجيران الجدد من قبل. البدائل They just moved in next door يعني لسه نقلوا جنبنا أو لسه سكنوا في الشقة اللي جنبنا. 2 I think they're on the fourth floor يعني أعتقد إنهم في الدور الرابع. الاتنين بيقدموا معلومات إضافية بدل السؤال المباشر، وبيستخدموا أسلوب مختلف للتعبير عن نفس الفكرة وهي الإشارة إلى الجيران الجدد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا.
لو عجبك اللي سمعته، حابب أقولك إن في قناتنا هتلاقي جمل كتيرة جدا لكل المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا اليومية. كل فصل من فصولنا هيغطي موضوع معين، وهنشرح كل الجمل اللي ممكن نستخدمها فيه بطريقة شيقة وسهلة. استنونا في حلقات جاية عن مواضيع زي التحية، الكلام مع الجيران، التسوق وغيرها كتير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني عشان ما يفوتكمش أي درس جديد. نشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.